السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. معانا النهارده بقى يا جماعه فيديو مختلف من نوع شويه، وهو عشاء العروسه. جايلي كده مش اوردر، صاحبتي بنتها بتتجوز طلبت مني اعمل لها العشاء لها ولحماتها. جيت كده طلبت منهم ان انا اعرض اللي اصور الاكل، فرفضوا. بس قالوا لي ام العريس قالت ممكن عادي تصور الاكل بتاعها عادي، فصورت اكل ام العريس لكن اكل العروسه ما تصورش. شايفين بقى كده عاملين تشكيل محاشي جميل تحفة، وعاملين ديك رومي او بديل الديك الرومي. هتعالوا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف كده شغلنا شكله ايه. معايا كده رول الفلفل، عامله حوالي ربع كيلو فلفل، سلقته خدته غلوة وطلعته وحطيته كده على طبق يصفي الماء اللي فيه. وجيت هنا كده معايا حوالي كيلو فلفل الوان، وكيلو بتنجان، وكيلو كوسة، ومعايا حوالي ربع كيلو شطة. مسكتهم كده غسلتهم ونقعتهم في مية بملح بحوالي 3 معالق خل، وسبتهم كده ياكلوا في ملحهم. جيت هنا كده جبت الرز بتاعي على الناشف كده، حطيت عليه معلقة كزبرة ناشفة مع كم يعني مش معلقتين بقى بصل المرة دي، لا شوية بقى لان انا عاملة الشغل كله النهاردة ني في ني. الطماطم مسكتها كده، الطماطم خدتها على النار غليتها لحد ما اتصفت يعني بخرت كل السوائل اللي فيها. طبعا انا لو بعملها لنفسي مش هخليها كده في 100%، لكن عشان الاكل رايح للناس لازم الاكل يبقى واخد حقه في انشف الطماطم من ميتها، علشان خاطر برضو كمان الجو حرر والشغل يروح لاصحابه مظبوط. قلبت كده التسبيكه في تسبيكه الطماطم اللي انا مسبكاها من غير اي دهون. وحطيت كده بهاراتي عبارة عن مرق دجاج، فلفل، كزبرة، كمون، وحطيت عليهم بس يعني شوية نعناع ناشف، بس ما فيش اكتر من كده. طبعا الاكل عشان طالع لازم يكون يعني بصوا مش على الشعرة، لا على يعني مش على الواحدة، ده على الشعرة كمان. جيت كده حطيت بقية كمية البصل غير البصل اللي انبهرت بيه الرز. امسكه كده اقلبهم كده، بحوش انا جزء كده هشتغل بيه حاجة تانية. وحطيت كده بقية الخضرة نفس الطريقة اللي بشتغل بيها مع بالمسبك، بس عكستها واخدت كله ني في ني كده. وما ادركه يا جماعة على جمال المحشي ده. بصراحة الاكل كله كان ولله الحمد ولله الحمد. انا هنا بصور اللي هو الجزء اللي هو يخص ام العريس بس، لكن بقية الشغل اللي هو اللي يخص العروسة ده اترفض ان هو يتصور. هنا كده دقت الحوض لقيته مظبوط، ما فيش بفضل لي غير ان انا هحط الزيت اللي هو المحشي بس. الماده الدهنيه بتاعتي لسه ما حطيتهاش. جيت كده خدت تقوير الكوسه، فردته كده في الصينيه مع بصلايه متقطعه شرايح رفيعه مع طماطمايه بس عشان اعملهم قاعده. حطيت الزيت بتاعي بقى، قلبت كده الخليط كله في بعضه. عندي معايا الفلفل الالوان ده يا جماعه، الفلفل الالوان الاحمر. انا مسكته قبل ما وانا بنقعه في ميه بملح، ما اكتفتش بكده، لا انا دخلت في كل جوه قرن وحطيت كميه ملح بسيطه، بحيث اللحم الفلفل ده تخين ما يدينيش طعم مايع، يبقى حدقه مظبوط. لكن الفلفل ده روعه في منتهى الروعه، لا مش قادره احكي لكم يا جماعه، والله العظيم 3 عليه طعم. بصوا انا مش عايزه احلف، لان اكيد لو اللي هيجربه هيعرف انا بقول ايه. مسكت بقى الكميه بتاعتي كده ظبطتها زي ما انتم شايفين كده، وكان معايا قرن اصفر واحد بس وقرن اخضر. الحاجه اللي جابوها لي هي اللي عملتها، فحطيتهم كده كسرت بهم اللون. مسكت كده البتنجان عجبته، انا كنت مقوراه، انا مقوره الحاجات دي كلها على ايديا، الحاجات دي جات لي مش متقوره، انا قورتها على ايدي وعبيتهم كده بالشكل ده. وما ادركوا بقى من البتنجان ده والشويه المحاشي دول. طبعا يا جماعه في بتنجان بيبقى قلبه بيشعط ما بيبقاش حلو. فالتحسبا لاي ظروف انا بحط معلقه الخل دي او 3 معالق خل دول. الخل ده طبعا بيعزز لي اللون وبيخلي اللون جميل، واي شعط او اي حاجه بيشيله. لما ندخل في الوقت شويه مثلا من الشهر الجاي هنبدا نخاف من البتنجان، هنقدر نحط له بقى معلقه دقيق في النقعه عشان نتجنب اي شعط. معايا رول الفلفل كده مسكته كده يا جماعه زي ورق المحشي كده، عبيته كده بالشكل ده
رول الفلفل ده مختلف طعمه تماما عن الفلفل العادي. والحمد لله بشهادة الشهود، مش انا واحدة بس. جبت صينية كده زي ما انتوا شايفين، رصيت البتنجان، عملت فرشة من البصل والطماطم. عملت الفرشة بتاعتي كده، انا رصيت الكوسة والبتنجان تحت، والفلفل اللي هي الشطة القرون، اللي انا قلت عليه بقول عليها شطة، بس هي اسمها الشطة الاسكندراني. انا بشتغل فيها زي الفلفل بالظبط. رصيت الصينية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، تلاقي شكلها ووضعها. وهنزل عليها برول الفلفل من فوق. صينية المحشي بتاعت التانية ديت، كل المحشي ده كله هيخش الفرن كله. صينية المحشي التانية بتاعتي ديت انا عملتها بفلفل الالوان وعملتها بورق العنب. بس ورق العنب المقطع بتاعه اتحذف مني. مسكت كده الرول كده، زي ما انتم شايفين كده. دي تاني مرة بعمله على القناة. بحطه فوق الوش كده بكل، بصوا انا اول مرة اعمله بقى مجمع مع محشي، ولا حبايه طلعت بره، ولا قرن فك، ولا الكلام ده خالص. طلع منتهى الروعه، وكل الاطعمه دي ادت لبعضها. كان شويه محشي يعني مش قادره اقول لكم، انت هتشوفوا شكله هتحكمه. والحمد لله الناس شكرت لي في الاكل، وكانت مبسوطه جدا منه، وتشكروا لي كتير. والحمد لله. وشرفت العروسه قدام الاهل، اهل جوزها. والحمد لله. هو الاكل مش فيه افتكاسات كتيره ولا حاجه، بس الحمد لله يعني طلع على الشعر. دي كانت صينيه الفلفل بتاعتي اهيت، هعملها في الفرن من بابها. الاول بقى هاخد فرختي الاول، او اللي هي الفرخه البديل الديك الرومي. همسكها كده، ابهرها واسوكها علشان تاكل في بصلها، وتاكل في حدقها. الفرخه دي يا جماعه وزنها حوالي 6 كيلو. مسكت كده جزء من البصل، حشت انا كميه على اللي لوحدها. خدت بقى حطيت عليها فلفل اسود وملح. كنت معتقاها اصلا، كنت معتقه الفلفل الاسود بالملح ده علشان اشم ريحته. او مخمره البصل شويه بالفلفل الاسود والملح. هدخل كده جوه الحصاله، مكان الحصاله بتاع الفرخه، وادعك فيها كده بره وجوه. بصوا انا والله انا لو بحمي حد ما هعمل فيه كده. هدنا ادعك فيها بره وجوه كده، اشبعها من كل مكان. انا كنت نفسي احط فيها زبده من جوه، بس انا عشان ده اكل رايح لناس وهيتغلف، فما قدرتش احط السكينه من جوه، خفت احطها. يعني ايه، قلت يا بنت إيه علشان خاطر يعني إيه، كانش قلبي جامد لا في الحته دي. انا برضو انا مش فاهمه الناس برضو ممكن يبقوا ايه يعني هيفهموها ازاي. جيت هنا كده بقى هجيب التشريبه بتاعت المحشي بتاعتي. جبت كده التبسيط شوربه زي ما انتم شايفين كده، او سلطانيه شوربه، وحطيت عليها كام معلقه صلصه، وحطيت عليها سمنه بلدي. طبعا لازم الاكل عشان هو رايح لناس لازم يعني يبقى غير اللي انا بعمله كالعاده، يعني مختلف شويه. لازم اعلي التست بتاعه. حطيت التشريبه بتاعتي بالشكل ده، واقفله بقى بورق الزبده، واقفله بورق الفويل فوق من اللي فوق خالص. ليه بقى؟ علشان انا هكمره في الفرن، مش مكمور بقى من غير شوربه، لا انا عاملاه بالشوربه. بس انا عايزه السوا بتاعه يبقى ايه، يبقى على الواحده، ما فيهوش اي. انا لما حطيته في الفرن يا جماعه، الغطا ده الكفر ده انا كنت مأمناه وقافلاه كويس قوي. حروف الصينيه بتقفل معايا، الورق الفويل ده بتقفله خالص كاني حاطاه في حله ضغط. كان منفوخ معايا في الفرن اكني حاطاه في حله ضغط. معايا برضو نفس الكلام، برضو نفس التشريبه حطيتها كده على الصينيه التانية ديت. بس دي انا مش هقفلها وحبشها زي التانية، لان انا كنت هحط طبق وبعدين قلت لا، انا خفت لحسن ايه يقف يفور في الفرن. فرجعت كده رجعت تاني في الاخر، بس ما صورتش الحته دي. حطيت برضو ورق زبده، وحطيت حطيت ورق الفويل، وحطيت من فوق منه غطا تقيل، بس ما قفلتهاش خالص. وطلعت لي كده زي ما انتم شايفين كده في منتهى الروعه. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان الدنيا غلا، وما عادش ينفع زي الاول يعني هيديك روم النهارده يعدي مثلا 1500 1300 جنيه. فاحنا جبنا مكانه الفرخه ديت، وعملناه معامله الديك الرومي بالظبط. هو انا كان الجماعه كانوا عايزيني ان انا اعملها لهم في الفرن، بس انا قلت لا، انا ما يعني قلت لهم يا جماعه احنا هنعملها في الحله، وهنعملها احلى من الفرن كمان. فعملناها بالشكل ده، ودخلناها الفرن في وقت كده، خدت الشكل ده وخدت التشميع دي اكنها كانت في الفرن بالظبط، عشان احافظ على طعمها وما احطهاش في الفرن مثلا وقت طويل،
وتطلع ايه لحمها مجلد او ناشف او خالي السوائل، وطلعت طعمها جميل جدا والحمد لله. هنا بقى المحشي اهو زي ما انتم شايفين. انا هفتحه بس كده اوريه لكم من غير ما ايه، من غير ما افتح يعني في اطباق او كده، لان هي الصينيه هتتقفل وهتروح على الشكل ده. إيه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، والله العظيم الفلفل الالوان ده طلع اروع وصفه انا عملتها. جميل جميل جمال ملوش حل، هو والورق العنب. وطبعا تسمية تشكيل المحاشي ديت انتوا شايفين لونها وشايفين جمالها وشايفين المحشي طلع والله مظبوط على الشعرة، جميل جمال لا تتخيلوه. طبعا انا كنت عاملة جلاش وكنت عاملة حاجات تانية طبعا كتير، طب بس ده كلها ما اتعرضش لان اترفض ان اتعرض. اشوفكم في فيديو جديد.